ماتش مانشستر سيتي وليفربول النهارده حاجه حصلت غريبه جدا، اول مره اشوفها في مانشستر سيتي من سنين كتير. وانا بتفرج على الماتش لفت نظري كده حاجه، ان دكه مانشستر سيتي ما فيهاش لعيبه في الخط اللي قدام خالص. انت متخيل ان ده اول مره تقريبا يحصل مع مانشستر سيتي من فتره كبيره، في ظل ان كانت اللعيبه مع جوارديولا كانت بتتضايق من الروتيشن والتدوير اللي هو بيعمله. النهارده ما عندهوش اي حد على الدكه ممكن يلعب في الخط اللي قدام. ده كمان لولا التدخل اللي هو عمله مع دوكو وجفارديول اللي هو جابهم، كان تقريبا مش هيبقى فيه اللعيبه خالص معاه ان هو يكمل تشكيله 11 لعيب مع مانشستر سيتي. وده كان باين النهارده الدكه فاضيه خالص. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتظبطنا كده. مانشستر سيتي وليفربول، وقبل ما نتكلم عن الماتش لازم نتكلم عن اللي عمله محمد ابو تريكه في الاستوديو التحليلي. حقيقي يعني لما نيجي نتكلم، محمد ابو تريكه بيتكلم عن كل الناس العرب ولسانها، كل الناس المحترمين اللي نفسهم يقولوا كلمه. محمد ابو تريكه تقريبا قالها النهارده، وبعد 50 يوم تقريبا بعيد عن الاستوديوهات راجع مره تانية في الهدنه عشان يوجه رساله، ورساله قويه جدا. وده دايما اللي تعودناه عن ابو تريكه. ابو تريكه زي ما قلنا ايقونه واسطوره عربيه الناس كلها بتحبه. ماتش ليفربول ومانشستر سيتي بيتلخص في 4 نقاط. اول حاجه جوارديولا والنقص العددي في الفرقه وكم الاصابات، ان هو قادر يلم الفرقه ويعمل هيكل قوي جدا جدا لمانشستر سيتي. لان دايما واحنا بنتفرج على الماتش النهارده مانشستر سيتي كان متفوق على ليفربول، متفوق على ليفربول في كل اجزاء الماتش. وليفربول النهارده كسب نقطه ومانشستر سيتي خسر نقطتين. اي حد بيتفرج على الماتش هيدرك دوت، هيبقى عارف ان مانشستر سيتي النهارده في ملعبه خسر نقطتين وليفربول هو اللي كسب نقطه. وكل ده يرجع لجوارديولا في اللي عمله في ظل النقص العددي اللي موجود عنده. تاني حاجه مهمه لازم نتكلم عليها، اللي عمل صفقه دوكو دوت يعني فنان 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 معنى الكلمه. دوكو النهارده عمل 15 مراوغه، قدر يتفوق فيهم في 11 مراوغه من اصل 15. انت متخيل الرقم؟ يعني الكره اتقطعت منه 4 مرات بس. او ممكن نقول ان هو لسه حاجات كتير بيعملها بلا هدف بالنسبه لك، ولكن هو خلق 4 فرص منهم فرصه محققه طول الماتش. هو معدل مش كبير، ولكن تخيل مع الوقت لما ياخد من جوارديولا وينفجر هيبقى عامل ازاي الموهبة ديت والتحكم دوت والكنترول والمراوغة السريعة جدا واداؤه السريع جدا، هيبقى عامل ازاي في المستقبل. ونيجي ليفربول النهارده، ليفربول عمل ماتش تكتيكي دفاعيا كويس جدا جدا جدا، ولكن هجوميا محمد صلاح تقريبا كان اسوأ ماتش عمله يعني من ماتشات كتيره جدا. اول مره نشوف محمد صلاح سيء جدا كده. تقريبا ليفربول النهارده كان وحش عشان محمد صلاح وحش في الخط اللي قدام. جوتا وداروين نونيز لا حول ولا قوه لهم، كان الوحيد اللي ممكن يبقى عنده حلول محمد صلاح، ولكن اكيد النهارده تفوق عليه في كل اجزاء الماتش. كل اجزاء الماتش حرفيا اكيد تفوق على محمد صلاح. وده بان في كوره غريبه جدا. محمد صلاح كان 1 على 1 في اكي وقدامه ادرسون، ودايما كان محمد صلاح في المواقف اللي زي دي، والموقف ده بالذات كان بيقدر يتصرف فيه كويس ويجيب جول. مره واحده محمد صلاح واقف كده غريبة، يعني موقف غريب، تحس ان هو ما كانش مركز في الماتش. ونرجع لحاجة تانية، ان يورجن كلوب حقيقي عامل مع ليفربول يعني حاجة عظيمة، يعني حاجة فرقة جامدة جدا. اللي هو عامله مع الادوات اللي موجودة والمتاحة ليه، فهو اللي عامله يورجن كلوب. يعني مدرب كبير جدا، ومدرب يعني لازم نشيد بيه، وخصوصا في الماتش ده لان الاداء الدفاعي ليفربول كان جامد جدا. وليفربول ما خسرش عشان حاجة، لا خسر عشان غلطة أليسون بيكر اللي عملها وهو بيشيل الكوره وكان مستعجل وقع على الارض. كان غلطه، كان جون غلطه من حد، ولكن الاداء الدفاعي فان دايك وماتيبا عملوا ماتش جامد جدا جدا جدا. وفي اخر الفيديو لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويا ريت تقول لنا مين نجم الماتش من وجهة نظرك. السلام عليكم.